هاي أصحابي، ازيكم؟ إيه الأخبار؟ بما إن احنا خلصنا بقى اختراعات الجبنة القريش وفاتكم كتير أوي، لما شفتهاش هسيبها لكم فوق. تعالوا بقى نعمل نجم العزومة دي. عملت المحشي وتعالوا بقى أقول لكم ازاي أحلى طريقة نعمله بيها، والحقيقة الصحية إن احنا ناكل كل حاجة باعتدال. فتعالوا بقى أقول لكم ازاي نعمل محشي. هنا بقى جبت المحشي بتاعي والخضرة والطماطم والبصل. أول حاجة ببدأ إن أنا أشوح البصل. هحط البصل في الكبة وأبدأ إن أنا أشوحه كده. واول ما البصل يتشوح معايا، شايفين اللون الجولد الخطير ده، هبدأ ساعتها اضرب بقى الطماطم عندي في الخلاط ولحد ما تديني قوام اللي هو سائل خالص. وساعتها بقى هبدأ ان انا اضيفها على البصل اللي انا حمرته ده، وبعدين ابدأ ان انا احط لها الخضرة بتاعتي، البقدونس والشبت. وبعدين بقى هابدأ إن أنا أغطّي عليهم كده واسيبها بقى تتسبِّك مع بعض لحد ما القوام بتاعها يتقل. هابدأ بقى إن أنا أجهّز هنا التوابل، الملح طبعًا والكزبرة والفلفل والكمون لو أنتم حابين. وهو ده كده شكلها. هاحط لها عليها طبعًا الرز بالكمية اللي أنتم عايزين تحشوا بيها المحشي، وده كده شكله بعد ما حشيته. هابدأ بقى إن أنا أجيب شوربة اللحمة أو أيًا كان الشوربة اللي أنتم عايزينها أو المرقة، بس نحاول نقلل من المرقة. وهابدأ بقى إن أنا أحطها على نار عالية، أول ما تغلي معايا طبعًا باغطّي بيها المحشي. أول ما تغلي معايا ساعتها أوطّي عليه خالص واحطه تحت الشياطة على نار هادية خالص، على نار هادية خالص على قد ما نقدر لحد ما يستوي ويطلع معاكم طعمه خطير وحلو جدًا. وزي ما أنتم شايفين المحشي كله طالع، السوا بتاعه كله مضبوط وما فيش أي حاجة منه مهري ولا أي حاجة، حاجة كده super tasty. طبعًا ما اقدرش أقدّمه من غير الملوخية والبشاميل. وأكيد ما تنسوش تعملوا لي لايك وشير وسبسكرايب، وقولوا لي بقى عايزين الوصفة اللي جاية تكون عبارة عن إيه، وأشوفكم وصفة جديدة من وصفاتنا. وبس كده، باي.